السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض اسهل جاتوه في الحياة. جاتوه شاتوه في الخلاط. هنعمل دستة جاتوه وهنعمل صوص شوكولاتة بدون شوكولاتة. شكله ما شاء الله يبان عليه انه متكلف ومتعوب عليه، بس هو في الحقيقة في منتهى البساطة والسهولة. والكيكة بتاعته هشة وخفيفة جدا، وهتنسي انك تشتري الجاتوه تاني من بره. لو في اي حد جايلك زيارة، لو انت رايحة تزوري اي حد، هتنسي انك تشتريه من بره تاني. يلا حبايب قلبي ندخل على مقاديرنا النهاردة. معايا كوب حليب سخن بنزله في شفشق الخلاط، ومعايا برضو كوب من السكر بنزل بيه برضو في الخلاط، ومعايا نص كوب من الكاكاو الخام. ببدأ بقى اضربهم كويس جدا. ومعايا هنا كوب من الزيت. ببدأ أنزل بالزيت بتاعي سرسوب خفيف، والخلاط بتاعي شغال لحد ما القوام يتقل زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى أشيل كوب من الصوص ده وأحطه في التلاجة. ماشي. هنا معايا كوباية من الدقيق بنفس الكوب اللي بعاير بيه كل حاجة، ومعايا رشة من الملح، ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. ببدأ أقلب المكونات الجافة كده مع بعضهم، وهركنهم بقى على جنب. هنا الصوص الباقي معايا اللي في الخلاط دوت، زي ما قلت لكم الاول، ده الصوص معايا زي ما انتوا شايفين كده. هقلبه كويس وهبدا اخد منه كوب كبير كده، الكوب المعياري او الكوب اللي انا عايرت بيه كل الحاجات. هبدا اخد كوب مليان وهبدا احطه في التلاجة واركنه شويه. مش هستخدمه دلوقتي، هقول لكم هنستخدمه في ايه تاني. تمام. ومعايا هنا باقي الخليط اللي موجود دوت، هنزل عليه بحبيتين من البيض ونقطتين من الفانيليا، وبرضو معلقة من الخل. هحطهم في الخلاط، وهبدأ بقى أخفف القوام بتاع صوص الشوكولاتة دوت بالبيضتين ومعلقة الخل والفانيليا. هضربهم كويس جدا في الخلاط، وهبدأ بعد كده أنزل على المكونات الجافة زي ما انتوا شايفين كده، وبقلب كويس جدا. تمام. معايا الصينية بتاعتي مستطيلة، عشان الجاتوه شاتوه بيكون مقاسها 22، وبحاول اخلي القوام بتاعها يكون خفيف قوي عشان الجاتوه يكون خفيف، لانه هياخد طبقات تانية. هنا بقى هجهز الكريمة بتاعتي. بحط كوباية من الكريمة، معاها معلقتين او 3 من السكر، وقد الكريمة بحط مية ساقعة. يعني كوباية من الكريمة وكوباية من المية الساقعة. خلاص. وهبدأ بقى احطهم في العجان واضرب الكريمة معايا كويس قوي لحد ما القوام بتاعها يكون متماسك. بصوا قوام الكريمة كده تمام جاهز. معايا هنا الصوص بتاع الشوكولاتة اللي كان في التلاجة، باخد منه معلقتين على الكريمة واضربهم تاني عشان تشوفوا اللون ده. كده انا بوريكم الكيكة بتاعتي اتحطت في فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180، وبنزل بالستيكس بتاعي بختبر الكيكة كده استوت. الجاتو بتاعي استوى. تمام. بقلبها بقى زي ما انتوا شايفين، وبشيل ورقة الزبدة. بشيل ورقة الزبدة لحد ما تبرد معايا. انا بحط الكيكة زي ما انتوا شايفين مقلوبة، وببدأ معايا نص كوباية من الحليب، باخد معاها معلقة من الصوص برضو، او ممكن شوية من السكر وخلاص. وببدأ انزل اسقسق الكيكة زي ما انتوا شايفين كده، عشان انا عايزاها طرية ومايست خالص. ممكن انتوا ما تعملوش الحركة دي، ممكن تسيبوها زي ما هي، بس انا عايزاها تكون هشة اكتر وطرية اكتر. شِلت بقى الكيكة معايا تاني، حطيتها برضه في الصينية المستطيلة معايا مقلوبة زي ما هي، وبدأت أحط الكريمة اللي معايا في كيس حلواني، وبدأت أنزل بيها واحدة واحدة زي ما أنتم شايفين كده، عشان أقدر أعدلها بالسباتولا بتاعتي. معايا السباتولا بتاعتي باحاول أفرد بيها الكريمة زي ما أنتم شايفين كده، وبابدأ برضه أحط السباتولا بتاعتي في مَيّة وأحاول أساوي الكريمة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده.
خلاص، بابدأ بقى أجيب صوص الشوكولاتة معايا، بابدأ أضيف عليه، طبعًا كان فاضل معايا شوية من الصوص اللي أنا سقسقت بيه، ضفتهم على صوص الشوكولاتة عشان أخفّفه كويس أوي، عشان أقدر أفرده برضه، لو مش عايزينه خفيف وعايزين قوامه تقيل زي ما أنتم حابين، وبالمعلقة بتاعتي أو الإسباتولا برضه باحاول أحط صوص الشوكولاتة، أنا باوريكم دي كده أسهل طريقة. يعني بُصّوا سهلة لدرجة إيه، مش محتاجة معايا أي أجهزة ولا أي إمكانيات ولا الكلام ده خالص، كلّها حاجات خفيفة وببيضتين بس هتعملوا دَسّة جاتوه شاتوه. بُصّوا ما شاء الله، بابدأ من النُص كده، باقسمها من النُص كده، طبعًا في كل مرحلة باحاول أمسح السكينة بتاعتي أو باحطها في مَيّة باردة وباحاول أقطّع من تاني، زي ما أنتم شايفين باقطّع على شكل شاتوه زي ما أنتم شايفين كده في حتّة رفيّعة صغيّرة كده، القطارف دي بادّيها طبعًا للولاد ياكلوها الأول، وبعد كده باجيب ال الكيس الحلواني بتاعي، أنا ما كانش في عندي بلبلة ساعتها، حطيت برضه شوية من الصوص بتاع الكريمة اللي كان متبقي عندي، وباعمل وردات زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وباجيب كرز، لو عندِك أي حاجة حابة تزيّني بيها فراولة، أي حاجة تزيّني بيها زي ما أنتِ شايفة بالشكل ده. شوفوا حاجة سهلة جدًا وبسيطة جدًا ومش مكلفة خالص، وعملت دستة جاتوه شاتوه. أي ضيف جاي لِك تقدري تحضّريها من قبلها بشوية، هتشرّفِك جدًا قدّام ضيوفِك. أنا باورّيكِ ال3 طبقات مع بعض، ما شاء الله، ال3 طبقات طبعًا أنا دخّلتها في التلاجة 10 دقايق، أدي قطّعتها، شايفين الجمال والطعامة؟ 3 طبقات ميكس يجنن، كيكة وشوكولاتة وكريمة مع صوص شوكولاتة، طعمها بصراحة كان رهيب. يلا حبايب قلبي، لو انتوا شايفين ان الفيديو ده يستاهل او عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتعليق حلو عشان تعليقاتكم الحلوة بتسعدني جدا، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.